عليكم يا شباب، انا محمد من قناه اي تك. السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في فيديو جديد مع اي تك. تكت زرار واحده بس اسمعوا كده صوت الكيبورد بتاعي. ازاي نصغر مساحه فيديو هما كفاي برو؟ مش عارف الصراحه، انا كنت هنزل الفيديو ده بعد كام سنه يعني. جينا جبنا الجيم باد اخيرا. الفيديو ده من اهم الريفيوهات اللي انا عملتها عشان عندي امتحانات وكده. خلي بالك طبعا انتوا دلوقتي سامعين صوتي كويس. اللعبه دي ليها ذكريات معانا. ايه يا باشا الانترو الجنب بتاع ديز جاد يا باشا، ايه الحلاوه دي؟ عظمه يا مان، استمر يا مان، ليك مستقبل باهر جدا ان شاء الله. وبكره تفتكر احمد هتقول احمد بهجت قال لي. انا بقول لك اهو، انا بقول لك. بص يا اسطى، دي رياكشني حاليا لما شفت فيديوهات. عارف ما فيش نور بس قاعد كده بكلمك مبسوط حرفيا. الف مبروك يا اسطى، نجاح للنجاح. فخور جدا اصلا من اللي انت الشغل اللي انت بتعمله والتك اللي انت داخل فيه ومجتهد فشخ ما شاء الله يعني. الف مبروك على الارقام الجديده بتاعتك وان شاء الله تعدي اي حد يعني. ده شو بعمل ايه؟ طبعا التصوير غريب بس دي لحظه لازم نصورها لان انا بقالي شهرين على ما اوصل للي انا وصلت له دلوقتي ده. اخيرا وبعد طول انتظار جوجل بتبعت لي الرقم اللي يثبت ان انا يوتيوبر. محمد طاهر اذا يوتيوبر. خلاص كده انا كده فعل جوجل ادسنس بقى كده والدنيا تبقى حلوه الحمد لله. استنوا بقى فيديوهات جامده بقى، خلاص بقيت يوتيوبر رسمي. السلام عليكم. انا جبت سيت اب جديد يا جماعه. الاستوديو اللي انا بعمله ده يعني جبت كرسي جديد الحمد لله الحمد لله اخيرا. يلا يلا بسم الله. رامي محمد، الاسم مش قالوا يا سبحان الله. تعالوا نشوفوا مين رامي ده بس الاول ونبعتوا له نقول له ان هو كده. قريب جدا ان شاء الله الفيو ده كله هيتغير والاستوديو ده كله هيتغير وهيبقى في حاجات جامده جدا. استنوا. تبقى ماسكه ريستنج باد بتاعتها وصلت ل 4K وانت بقى ديزاينر وبتعمل ديزاين عشان انت عايز احسن صفقه. كرسي جديد يا رجاله، كرسي مثلا ب $89 الفيديو الاخر عشان فيه فاكس. يلا جوست وايا ظهر العلبه هتلاقي الموضوع ده سواء على جهازك بدايه من المش الموجود في الجنب. لو انت عندك صوره قديمه او مش ملونه او الكواليتي بتاعتها وحشه، ده يا جماعه انا مستنيه بقى. الموضوع ما كانش سهل خالص الصراحه، وعايز اكد لك ان ما كنتش متوقع ان اوصل للي انا وصلت له دلوقتي في الوقت القصير ده. ليست هذه المره. هيا تيجي فيديو يطلع عامل ازاي؟ بقيمه 100 جنيه يا جماعه. طبعا الخير ده بتاعنا كلنا مع بعض. ان شاء الله في اي احتفال اعمله بدل ما هوزع حاجات على الناس هتبرع على 57. قد يكون المبلغ صغير بالنسبه للكثير من المتبرعين. يا رب يزيد من متبرعينك اكتر واكتر وتكمل فوق ال 10 مليون دولار ان شاء الله يا رب في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله احنا اهو. المبلغ ممكن يبان غريب شويه لكن دي مش فلوسي، دي فلوس متابعيني اللي لم يتعدوا ال5000. حتى حاولت اكون شخص مؤثر واستغل هذا التأثير. الله يجزاك او يجزاك خير يا رب. الله. وهذا اللي نبيه، كل واحد يقدر يستغل الناس اللي حوله كان من متابعين او اقارب او بجد يا جماعه شكرا لكل واحد فيكم كان سبب ان انا اكون في لحظه زي دي في مكان زي ده في موقف زي ده. بجد شكرا. كده انا بخلص الفيديو بتاعنا. لايك الفيديو سوا ما تنساش تعمل اشتراك اول مره تشوفني. انا مش عارف انا ليه قلقان كده يا جماعه. هو احساس طبيعي ان انا ابقى قلقان؟ عملت لايك الفيديو، اعمل لايك ويلا بينا نبدا مع بعض. لو بتتساءل انا ليه واقف دلوقتي فده احتراما ليكم يعني. احنا بقالنا كتير مع بعض يا جماعه. لو ما فهمتش حاجه من كل اللي فات ده انا بقالي شهر كامل بمنتج في الفيديو ده، حرام عليك. تشجيع في الفيديو هتلاقي، جيف اويز هتلاقي وكتير جدا. خلي بالك فتابع الفيديو لحد الاخر لان في دلع للناس. شكر ليكم هتلاقي. بص هتلاقي كل حاجه. بدانا يوتيوب في 17/5/2020. فعلنا الربح في القناه في اقل من سنه الحمد لله في 4/4/2021. وعملنا كل الاستوديو اللي انتم شايفينه ده وبدانا تصوير فيه من سنه بالظبط. بقالنا سنه كامله بنصور فيديوهات تقريبا يوميا، بنطلع استريمات، بنعمل جيف اويز، عملنا اعمال خيريه كتير مع بعض. حاجه جميله قوي الصراحه. ودلوقتي في 21/1/2023 بنوصل ل 100,000 مشترك. حاجه عظيمه بجد يا جماعه. خلينا نشوف رقم ال 100,000 مع بعض لاول مره. يلا بينا. ايه ده؟ استنى. وصلنا 100,000 يا شباب، اخيرا وصلنا 100,000.
الحمد لله. انتوا فاكرين محمد بتاع المشترك واحد وال20 مشترك؟ انا ازاي وصلت 100,000 مشترك؟ احساس جامد، احساس جامد والله العظيم. الحمد لله الحمد لله، كل ده بفضل ربنا والله العظيم ثم مساعدتكم. انتوا اللي عملتوني، انتوا اللي عملتوا محمد طه، انتوا اللي عملتوا اي تك. شكرا جدا 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 ليكم. 100,000 مشترك احساس حلو قوي. يا جدعان. مش عايز اعيط والله، مش عايز اعيط. اهدى، مش حابب اعيط، انا حابب افرح، انا حاببكم تفرحوا معايا. انت متخيل محمد اللي كان نفسه يوصل ل 10,000 مشترك، حلمه يوصل ل 10,000 مشترك، بيوصل دلوقتي ل 100,000. ممكن يكون الرقم بالنسبه لك قليل وبتشوف ناس ثانيه بتوصل مليون و2 مليون، بس دي كبيره قوي بالنسبه لي. 100,000 شخص بيتابعني. انا لما كان بيتابعني 100 شخص بس مش 100,000 كنت بحترمهم جدا وبحس انهم مسؤوليه كبيره. انت متخيل دلوقتي بيتابعني 100,000 شخص، حاجه كبيره قوي بجد. خلينا نحتفل بقى مع بعض. طبعا زي ما احنا متعودين هنحتفل مع بعض لوحدنا، يعني انتوا بالنسبه لي كفايه الصراحه. ايه ده؟ هتفرج لوحدك ازاي يعني؟ الله يبارك فيك. ايه الجودان ده؟ 100؟ الله يبارك فيك. شكرا يا ماما، شكرا يا دودو، شكرا يا عبدو. انا عايز افرح بهذا الصراحه. بتصوري؟ بتعمل ازاي دي؟ يلا مش مشكله النهارده. جاهزين اوريكم درع ال 100,000؟ 1 2 3. بايخه مش كده؟ معلش والله العظيم، بس هو الدرع اكيد مش هيوصل غير مثلا بعد شهر شهرين، فاكيد مش هستنى الفيديو ده شهر ولا شهرين، في فيديو تاني هينزل للدرع ان شاء الله. تعالى بقى افرحك واقول لك ايه هي الجيف اويز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن شراشه الحاج اسماعيل. معلش والله انا حاسسها كده والله العظيم. تعالى بس انا هفهمك ليه. اول جيف اوي، ودي من الجيف اويز الجامده جدا الصراحه. ستور 9 شوب كلمني قال لي بما انك داخل على 100,000 كده وجامد، احنا عايزين نفرح المتابعين بتوعك. هنكسب شخصين سماعه الام 10 اللي انت شايفينها في الشاشه دي، وشخص هنكسبه سماعات الايربودز برو اللي انا بستخدمها شخصيا. مفيش دلع اكتر من كده. كل اللي هتعمله بس انك تكون عامل فولو للبيج، هسيبها لك في الديسكربشن تحت واحطها لك برده في التعليق المثبت، واعمل كومنت حلو عني، هنختار من عندي من الكومنتات. مفيش دلع اكتر من كده، حاجه توصلك لحد باب البيت. زائد طبعا في خصم 10% لاي حد يشتري اي حاجه من عندهم. انت بس خش له في الكومنتات وارزعوا كود الخصم بتاعنا ان 10 او ان 10 زي ما انت بقى عايز. اصبر، ده لسه في جيف اويز وانت زهقت. تعالى لي، ده انا لسه هفرحك يا بيه، تعالى بس هفرحك. تاني جيف اوي، شركه اكس جيمنج تكنولوجي عامله عندنا جيف اوي قويه جدا. الجيف اوي دي على ماوس وكيبورد وسماعه، اظن مفيش دلع اكتر من كده. زائد طبعا ان في كود خصم 20% لاي حد يشتري من عندهم، كود الخصم اكس جيمنج طاهر. جمدان الصراحه، انا مدلعكم اكواد خصم وجيف اويز. استنوا بقى، لسه في جيف اويز وانا خلصت. انت زهقت مني شكلك زهقت. تعال نغير الفيو واكمل بقيه الجيف اويز. بص بقى يا معلم، لما سمع ان انا واصل ل 100,000 قال لي يا هلا الله ايه ده يا جدع، اخيرا وصلنا ل 100,000. قال لي بص يا معلم، انا هعمل عندك جيف اوي حلوه جدا عشان عارف الناس اللي بتلعب ببجي وكده. قال لي هكسب 2 من عندك من الكومنتات في السيزون الجديد في ببجي الرويال باك. فبص بقى يا معلم، سواء كان عندك كمبيوتر تليفون فانت مبسوط النهارده. انا مدلعك والله العظيم. عايز دلع اكتر من كده فاستنى الحته اللي بعد اخر الفيديو. شكرتكم بكل الطرق اللي جت في بالي وهفضل اشكركم، لان بجد اللي انتوا عملتوه معايا غير حياتي 180 درجه، حولني من محمد ده لمحمد ده. عامل النجاح كتير قوي ولازم تكون سعيد فيها كلها عشان خاطر تنجح. اكيد طبعا من الحاجات المهمه انك تتعب في الحاجه اللي انت بتحبها، بس الاهم انك تلاقي الناس تدعمك. ما اقدرش اقول ان كل اللي انا وصلت له ده بسبب انا لوحدي، بل كل اللي انا وصلت له ده بسبب اهلي اللي دعموني من اول يوم، هم بيدعموني لحد دلوقتي. وعشان اكون صريح معاك، لو انت لسه بادئ في صناعه المحتوى مش هتلاقي الدعم قوي جدا في الاول، عادي جدا، ده شيء طبيعي. هم مش متخيلينك انك ممكن تكون شخص شبه الناس المشاهير اللي بيطلعوا في التلفزيون او الناس كتير تعرفهم ولا عندهم متابعين كتير، حاجه طبيعيه جدا. بس مع الوقت هتلاقي دعمهم بيزيد لما يلاقوك حابب الحاجه، فما تزعلش لو اللي حواليك ما بيدعموكش قوي. بس اكتر حد حابب اشكره من زمايلي اللي في الكليه هو محمد عبد الباسط صاحبي، ساعدني كتير جدا الصراحه. انا عايز اقول لكم ان في فتره من فترات هو كان عارف ان انا مضغوط في يوتيوب وشغلي وان انا بسافر كتير وكده، فكان بينظم لي هو المحاضرات عندي. كان يقول لي مثلا عندك محاضره كذا بكره، عندك سيكشن كذا بعده، عندك امتحان كذا خلي بالك. بس الصراحه انا لو اهلي ما كانوش هيعملوا لي كده، فشكرا جدا يا محمد، عمري ما انسى وقفتك معايا. ومن الناس اللي دعمتني برضه هو صديقي احمد بهجت، وده يوتيوبر جميل جدا الصراحه، محتواه تختيم العاب، وهو فعلا حابب اللي هو بيعمله ده. انا بحب قوي لما الحد بيكون بيعمل حاجه عشان هو بيحبها. خد من ده بقى امثله كتير، ناس كتير ساعدتني باشكال مختلفه، اللي ساعدني بكلمه حلوه او نصيحه، حاجه جديده حد علمها لي. شكرا لكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها. انا سايبكم انتوا اهلي في الاخر، لان انتوا بالنسبه لي اهلي كمان. تعالوا لي بقى، انا بشكركم جدا 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 جدا، دي اقل حاجه انا لازم اقولها لكم. دخلتوا الفرحه القلب بجد. انا كان في فتره من فترات كنت حاسس ان انا هعيش واموت كده غير ما حد يعرف عني حاجه، ويمكن ده سبب بدايتي في اليوتيوب، ان انا حسيت ان انا عادي، ما انا دكتور
بس معلش يعني كم واحد هيعرفني في حياتي كلها وانا اصلا شخص مش اجتماعي قوي يعني؟ كم واحد هكون فت؟ كم واحد هساعده؟ طب لو انا يوتيوبر او صانع محتوى، لو انا عملت فيديو واحد بس خيري ممكن افرح اضعاف اللي كنت هفرحهم طول حياتي لو انا ما كنتش صانع محتوى. فشكرا بجد على دعمكم او كلامكم الحلو اللي انتوا بتقولوا لي في الفيديوهات. كلامكم على راسي فعلا وانا بشيله عندي. انا باخد الحاجات دي سكرين شوت لان بتفرحني قوي الصراحه. بخش اتفرج على الحاجات دي بقول لا بس انت لو واحد بس من دول بيحبك فعلا انت مش عايز حاجه ثانيه من الدنيا. نيجي لاكتر ناس جمال في الدنيا كلها، اهلي، ربنا يخليهم ليا بجد. والله العظيم والله العظيم بدون مبالغه اهلي ساعدوني بطرق انتوا ما تتخيلوهاش. بابايا دكتور جامعه، اللي هو انا هطلع معاك في الفيديو عادي، مش مشكله اظهر بوشي عادي، مش مشكله نطلع نلعب مع بعض، المهم بس ده لو هيزودك متابع واحد انا هطلع معاه. ايه المشكله؟ ما عندكش وقت مثلا وعايز تعمل فيديو، طب اعمل انت حاجه وانا هعمل حاجه ثانيه. انا مش عارف انا ازاي بقول الكلام ده، بس هو كان عايز يتعلم المونتاج عشان يساعدني يا جماعه. يعني حاجه حلوه والله العظيم. ادعوا له يا جماعه، عايزكم تدعوا له في الكومنتات، عايزكم تدعوا لي لاهلي كلهم بجد. انت مجرد بس احساس ان اللي حواليك عايزين يساعدوك ده حاجه جميله قوي. فربنا يفرحكم زي ما فرحتوني. مامتي كمان كانت كل شويه مثلا تخش تقول لي كانت تجيب لي مثلا تقول لي بص خد الزرعه دي حطها عندي، لازم تغير كل شويه هدوم، انا هجيب لك هدوم عشان خاطر تلبس مثلا، عشان خاطر كل فيديو يكون بهدوم شكل. اهلي تعبوا معايا بجد والله العظيم. عايز اقول لكم شايفين الكمبيوتر اللي ورايا ده، هذا الجامد ده اللي انتم شايفينه، الكمبيوتر ده مش بتاعي او هو تقريبا بقى بتاعي خلاص الحمد لله. الكمبيوتر ده بتاع اخويا، الكمبيوتر ده جه لاخويا بعد ما خلص ثالث ثانوي، ولما انا عملت لكم فيديو قلت لكم انا جالي كمبيوتر، لا هو بتاع اخويا. انا اخدت الكمبيوتر منه ومنتجت عليه، اشتغلت فريلانسنج وعملت فيديوهات بفلوس، عملت فيديوهات عندي في القناه، عملت اعلانات، كل ده بجهاز اخويا. طورت له عليه كتير جدا، دلوقتي حرفيا انا صارف قد ثمنه دلوقتي بس بلا قيمه. كل ده ما كنتش هعمله الا لو اخويا اداني الكمبيوتر بتاعه. وطبعا مش هننسى الكتكوته الصغيره اخت دعاء، كان اخويا بيبقى مشغول فكانت بتيجي تساعدني مثلا تصور لي فيو معين، كانت بتقول لي رايها في فيديوهات كتير برضه قبل ما اوريها لكم. كل حد من الاسره عندي كرس نفسه ان هو يساعدني في حاجه انا بحبها. حابب اقول لكم حلمي ان السنه الجايه ان شاء الله زي دلوقتي تكون وصلت ال4 مليون مشترك على اليوتيوب. رقم كبير شويه بس نقدر نوصل لها ان شاء الله. بس كده يا معلم الفيديو بتاعنا يكون خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك الفيديو، تعمل سبسكرايب لقناه مره تشوفني. سلام. لو انت مفكر ان الفيديو خلص فالصراحه يعني انت خسرت كتير قوي، ولو انت مفكر ان الفيديو ما خلصش فانت جامد جدا الصراحه. عشان كده في جيف اواي قويه جدا ان شاء الله، ده غير الجيف اويز اللي تحت. غير الجيف اويز اللي تحت. الجيف اواي دي هتبقى بالشراكه مع قناه فرجني بالعربي، قناه بتاعت احمد بهجت الجامد جدا الصراحه اللي انا حاطه جوه الفيديو. بلاش بقى اقول لك الجيف اواي دي عن ايه عشان هو قال لي انا اتصدمت الصراحه. فانا عايزك تتوقع كده في الكومنتات الجيف اواي اللي احنا هنعملها مع بهجت هتكون عن ايه، ولو انت توقعت صح فانا هكتب اسمك مرتين في الجيف اواي عشان تزود فرصتك. وبس كده يا معلم، سي يو. بس انت بالنسبه لي كفايه. يلا طب قولوا لي يلا. لا عيد تاني، عيد. طبعا زي ما احنا متعودين هنحتفل